بس شوفوا لي على هذا الفيديو اللي حفرجيكم اياه هلا. عنديش فرونس برود. يلا نك Stamford, dat is how they rules on it, but heaven don't have so that by who they go. Again, in it, the about the talk, and Stamford, that is how they rules on it, and living what they so that far who they to me, and in it, the about the talk, they عندي بس استفسار صغير لحضرتك. انت بعد ما صورت الفيديو، وشكرا كتير لجهودك، يعني انت بهذا الفيديو اللي صورته هلا صرت صانع محتوى ومؤثر في المجتمع. طيب وانت عم تشوف الفيديو بعد ما صورته، ما اجتك لحظة ادراك، ثانية ادراك وحدة، انه فيه الفيديو شي غلط؟ هلا الفيديو كله على الزبالة، يعني انت والفيديو، مع احترامي لألك انت، اظن بما انه هيك شكل راسك بيشبه شكل الكمبيوتر شاشة الكمبيوتر القديم، يعني هيك بتحسه له طاجة من ورا، فأظن وانت صغير وقعان على راسك، وبسبب هذا الشيء انت عم تعمل هاي الحركات. طيب خلينا نشوف فيديو تاني لهذا المعتوه. طيب خلينا نشوف التعليقات لنشوف رأي أشخاص ناس تانية، شو بده هذا وين بده يوصل. اللهم ثبت علينا عقل والدين. مسخرة. شو اسمها الرقصة؟ الله يثبت علينا عقل والدين. التيك توك جنن العالم. مسخرة. يعني شايف التعليقات عندك على الفيديو، يعني مسحين فيك الأرض. تمام. يعني في تعليقات أنا ما عم بقراها هلا قدام الكاميرا، لأن التعليقات يعني كلها فوق ال 18 أو فوق ال 50 خلينا نقول. والله ما بعرف شو بدي اقول لك، ما بعرف. خلينا نشوف غير فيديوهات. شو بيصير بالقلب تحديدا لما نحب؟ فيزيولوجيا شو بيصير؟ شي مرة حبيت بحياتك استاذ مالك؟ في حدا ما حب؟ لكن رح تفهم علي شو رح اقول لك. شو بيتغير؟ بيتغير شيء؟ اول ما تشوف الانسان اللي بتحبه، وخاصة اذا في حالة غرام، كتير قصص بتتغير فيك على فكرة. اول شيء بتحس قلبك رح يطلع من محله، يا لطيف. نبضك بيعلى، ضغطك بيعلى، نفسك بيتغير، معدتك بتوجعك، ببو عينك بيكبر. في كتير قصص بتتغير، والاهم من هيك بتتلبك كلك سوا، ما بتعرف تعرف تتصرف، وعقلك بيوقف عن التفكير. هيدا دكتور، يعني هلا من بعد اذن شواربك، يعني بدي اسالك سؤال، بس انا بسال اسئله كتير بعرف، بس انت هلا هدول الاشياء اللي ذكرتها هلا هي اعراض انه شخص بيحب، ولا اعراض شي مرض مزمن، ولا حدا مكورن؟ يعني خفقان في القلب، ارتفاع الضغط، تصلب الشرايين، شوي تاني خلص مات معناتها الواحد. كمل لاشوف السيستم معك انت شلون. عقل بده يساعدك تحب، ولا عقل بده يفوتك بالحيط؟ لكن هيدول هن الأعراض بيطلعوا من وراء القلب، يعني القلب هو اللي بيرسل هذه الإشارات. الدماغ بيرسل هذه الاشارات لكن على القلب. برجع على كلام الدماغ هو اللي بيرسل الاشارات، هيدا مضخة، يعني بس مش إحنا العقل اللي بيرسلها، الدماغ. الحب الباطني باللاوعي بالقام تبعك الموجود اللي عم يتحكم بهذا الحب لا إرادي. لكن أنا بحب بدماغي أو بقلبي؟ باثنين. قلت لك من اول ما بلشنا الحلقه، ما فيك تعزل قلبك بلا دماغك. الجهاز العصبي تبعه كله اللي بيتحكم فيه موجود بالدماغ. هيدي شغله مهمه. الفرق او القصص اللي بتصير الناس اللي عم بتضيع فيها، انه العقل بيقدر يوظف القلب لقصص فيزيولوجيه وظيفيه حكينا عنها، بس الدماغ بيعطيك اشارات ممكن انت تحس فيها لو حتى قاعد بالفرشه مثلا، او قاعد بمحل ما خصه، يعني بهذا بتحس بالحب بالاشتياق بهالقصص هيدي. العقل ما له فيها. لا والله انت يا دكتور انا بس بدي اعرف مين اعطاك الشهاده. قال الاثنين بيحبوا القلب، وظيفته هي وظيفه وحده، هو ضخ الدم فقط لا غير. فكيف القلب بيحب؟ يعني سيستمك مو زبط انت يا دكتور. انت دكتور لازم تعطي كلام علمي. يعني انا بعرف حتى في تجارب لناس فقدت الذاكره، يعني حتى ما بيتذكروا مين كانوا يحبوا، مين كانوا متزوجين، فهذا الشيء بيثبت انه العقل هو اللي بيحب. خد يا بنت الفلوس دي ليك.
شكرا يا استاذ، شكرا استاذ، عشان انت اديتني الفلوس انا عايزه اساعدك. بقى انتي عايزه تساعدينا احنا؟ صدقني ليش دائما في التيك توك المصري بتلاقي انه اغلب فكرة الفيديو انه شخص فقير وشخص غني كتير بيشوفوا انه الفقير عبارة عن محرمة. يعني هاي الشغلة لاحظتها انا في اكتر من تيك توكر مصري. كاملوا الفيديو نشوف شو الله دي يسر. يا استاذ انا بتكلم بجد، انت محتاج مساعدتي. انتي تساعدينا احنا؟ ليه ان شاء الله، وتساعدينا ازاي بقى؟ قولي لي بس معلش، يعني هتساعديني ازاي؟ انت واحده هنا غلبانه على الله، بتكنسي كل يوم الشارع، بتلمي الزباله، فانا قدرتك واديتك فلوس، تاخديها وتحمدي ربنا ولا تقعدي تهزري معايا؟ انت عارفه انا مين؟ بس انا استاذ مش قصدي اهينك، انا بكلمك بجد. جوزي اكبر رجل اعمال في مصر كلها، هتساعديه في ايه؟ هيجي واحده زيك على اخر الزمن تساعده؟ ولو يوم ما هنطلب مساعده هنطلب مساعده من واحده شحاته؟ انا مش قصدي على فكره يعني. لا احنا ما طلبناش مساعدتك، انت بعد ما مسحت فيها الارض قالت لي انا مش قصدي على فكرة يعني. تساعدي نفسك، روحي اشتري لك طقمين وغيري العبايه دي. حبيبي انا ماشي يا حلوه؟ يلا حبيبي. على فكره الست اللي معاك دي هي اللي خربالك حياتك. ايه ده اللي انت بتقوليه ده؟ ده اول ما جوزي حبيب قلبي اتجوزني شاف العز كله. انت يا بنتي عبيطه، انا هخرب حياه جوزي؟ انت مريضه ولا ايه؟ ولا انت جايبه الكلام ده منين؟ اه والله دي تميمه الحظ دي من ساعه ما اتجوزتها، شركات وعربيات واراضي ومعايا فلوس مش عارف اعدها، تيجي تقولي الست دي خرب بالك حياتك؟ انت غيرانه منها عشان احسن منك. ممكن. انا همشي وعلى الله تندهي عليا تاني. استاذ انس ايه القصه دي بقى؟ ايه القصه دي؟ ايه دي القصة؟ بتنده عليا، ده عرفت اسمي منين؟ انا قلت لك ان انت محتاج مساعدتي، وقلت لك برضو ان الست دي هي اللي مدمره لك حياتك وهي السبب في كل الخراب اللي انت فيه. انت عرفت اسمي منين؟ يا حبيبي هو انت مش مشهور؟ حبيبي هم اكيد الناس كلها بتشوف صورك وبتشوف فيديوهاتك، وانت راجل مشهور على السوشيال ميديا، فاكيد يعني انا شافتك. ايوه صح، ايوه مراتي بتتكلم صح، انت اكيد شفتني على السوشيال ميديا، انا راجل معروف. انت عايزه فلوس زياده؟ أيوة لو عايزه أيوة فلوس أيوة. زياده انا 60. انا جمعت يا حبيبتي، انت كده بتتكلمي صح. لا مش هديها فلوس زياده، مش هديها لو فلوس عايزه زياده. صوره معايا ممكن اصورك معايا. عايزه تتصوري معايا نتصور، لكن بلاش الحوارات اللي انت بتعملها. بقول لك ايه، دي مش قادره تتكلم، يلا بينا نتكل على فكره الله. انا مش عارفاك من على النت، حتى انت مواليدك 9/1/2002. ايه بقى القصه دي بقى؟ انا عايزه امشي بقى. ايه القصه دي بقى؟ لا انت كده بدكم تخلصوا الفيديو وتفهمونا موضوع السيستم كله، ولا يا اخي شيل الفيديو، شيل الفيديو. لسه بدها مواليدك والصورة وانت واجت وراحت وهي مرتك وخربت بيتك. صاروا يخافوا مني طبعا لما يكون مغني مش قد حاله ومش واثق من حاله، ويشوف جاي واحد عمره 20 سنة يشوف انه بده ينهيدي يحط عليه اكس، طبعا مش رح يعطيه يغني. يعني المطربين انا صارت معي هلا اتذكر، بس هذا قبل ما اكون انا لسه مشهور، قبل ما يكون في الي ضجة. وحياة الله انه هدول المغنيين بديش اذكر اسمائهم. لا اسكت. لا ما بدي اذكر عشان ما اشهرهمش. المهم هدول المغنيين انا كنت اقول لهم اعطوني اغني، كانوا يعطوني عادي، يقول لي خذ اتفضل غني. بس لما جيت انا متمكن كان لا انت ما تغني، انت لا ما بتغني، لا لانه عارف انه انا رح احط عليه اكس، لانه عارف انه رح يقيمه عن الخريطه. وبالفعل لفت الدنيا والناس حطتني من هالاعراس مع المغنيين هدول اللي بديش اذكر اسمائهم، وبالفعل خفيتهم عن الخريطه. يعني انت سبب نجاحك كثرة اعدائك كمان كل البلد اعدائك. هاي دائما القوه بالدنيا شو بتسوي؟ تصنع لك اعداء بدون سبب. يعني انا فيش بيني وبين حدا ايش، بصير عدوك، بصير خلص بصير هو عدوك بدون سبب. انت عدو ومرحبا بيك انك انت تكون عدوي، بس كون راجل. اخوي مين انت؟ بس من بعد اذنك يعني انا ما عم بسأل هذا السؤال يعني تقليلا من قيمتك الفنية، بس يعني سؤال مين انت؟ يعني انا في حياتي ماني شايفك. مين عدوي وضدي وانشهرت وبشيل من على الخريطة؟ هذا الفيديو كان لليوم، وبشوفكم فيديو جديد. هدول وجعوا لي راسي وانا راسي عم بيوجعني. سلاس. حبي لكم مبدأ، نجاح بيكم صدق، انتوا ليا وانا ليكم. لك يلا بينا نبدا، رقصني بيها تانجو، اديني شربي مانجو، استوري احلى سينيور. انا واخد الشهامه مبدئي، بتدور على الرجوله هتلاقي. العيب في العيون مش ماشيين في الاصول. طب انت